طلع حد من الناشئين، طلع حد من الناشئين يلعب باك شمال. ما عندكش في ولا فرقه في النادي الاهلي واحد باك شمال؟ ازاي؟ يعني ازاي؟ مش فاهم. ومش هنقول بقى عماد النحاس، اصل عماد النحاس لسه جديد على الفريق وهنديله فرصه. انت مع الراجل من اول يوم، وانت اللي معاك نفس الفريق ده في نهايه السيزون اللي فات، فانت عارف اللعيبه كلها ومفنده، فمالكش حجه عندي برضه. يعني عماد النحاس ملوش حجه عندي. ما شفتش حد في قطاع الناشئين خالص ينفع معاك انه يلعب جنب شمال بدل كوكا اللي موجود معانا طول الوقت. ايه فايده كوكا في الجنب الشمال؟ مش عارف، والله ما عارف. طب احنا جايبين ديفيد بيكهام ليه؟ هو مش كان مسموح بيلعب باك شمال تقريبا؟ ما نلعبه باك شمال يمكن ينفع. هتقولوا لي طب وسط الملعب، هقول لك وسط الملعب عندنا الدفاع الاثنين ديفندرات اللي في القلب يعني. عندك، هقول لك، عندك ياسر، عندك مرعي، وعندك العش. سيبك من اللي قاعد في المستشفى طول الوقت اللي هو اشرف داري اللي احنا بندفع له بالدولار عشان نعالجه. يعني جايبين لعيب بندفع له بالدولار وبنعالجه. طب ما ابيع اللي جابوه، ابيعه، اسرحه، افض العقد معاه واديله الغرامه بتاعته بقى كامل، هي جت عليه ونخلص. وهات مكانه حد بقى في الهجوم عدل. احنا شفنا الفرق دلوقتي ما بين وسام ابو علي واللعيبه اللي معانا بصراحه. الراجل من ربع فرصه ما بيجليش. النهارده محمد شريف كل عرضيه محمد هاني بيعملها بينط يا قبليها يا بعديها. فين محمد شريف بتاع زمان؟ ما اعرفش. في الموسم التحضيري محمد شريف عامل شغل ابن لذينه وجوان واسيستات تعالى بقى في الحقيقه جاب جون ناي. انا كنت واحد من الناس اللي بحاول اشجع محمد شريف، بس بالمستوى اللي هو بيعمله دوت وبعدين احنا هجومين زي الزفت. تعالى كده نتفرج على احصاءات المباراه دي. انتوا متخيلين الاهلي 1-1 قدام انبي؟ الاهلي مستحوذ 66% ل 34% الانبي. الاهلي شايط 20 كوره منهم 4 بس اون تارجت. انتوا متخيلين نسبه دقه التصويب عندنا ضايعه ازاي؟ بلعيبه بتاخد ملايين، بلعيبه جايب ملايين. الكورنرات عندنا 9 كورنرات هم 5. 9 كورنرات ما عملناش فيهم حاجه. الاوفسايدز تخيلوا احنا ما عندناش ولا اوفسايد. ما الحكم ما صفرش علينا اوفسايد ولا صفاره واحده. مفيش. ما عندناش اوفسايد. ما احنا ما عندناش مهاجمين، ما عندناش حد بيهاجم. كله موظفين يا بيه، كله موظفين، مش كله بياخد فلوس.